العدالة لبدر هاشتاج يملأ مواقع التواصل المغربية. بعد أن اهتز الشريط الساحلي عين دياب بمدينة الدار البيضاء المغربية في الساعات الأولى لصبيحة يوم الأحد 31 يوليو عام 2023 على وقع جريمة قتل دموية راح ضحيتها شاب مغربي يدعى بدر عمره 23 عاما، ينحدر من حي بوشنتوف بمدينة دار البيضاء، وهو طالب باحث بالسنة الثانية دكتوراه تخصص كهروكيمياء وتوليد الطاقة بكلية العلوم والتقنيات. وتعود القضية لليلة السبت 30 يوليو عام 2023 بعد أن اجتمع الضحية مع مجموعة من رفاقه مدعوا من طرف أحد أصدقائه لتناول وجبة عشاء في أحد المطاعم الخاصة بالوجبات السريعة، ثم نشب شجار تطور إلى مشادات كلامية بين الضحية وأصدقائه وبين مجموعة أخرى من الشباب، وتدخل بعض الأشخاص لفض النزاع. وأثناء خروج الضحية رفقة صديق له صوب سيارتهم التي كانت مركونة بمرآب بالسيارة المحاذي للمطعم من أجل المغادرة، فوجئوا بمجموعة الشباب تلك تنتظرهم بنفس المكان، حيث قاموا بالاعتداء على الضحية وصديقه، ما تسبب للفقيد بجرح غائر في الرأس أفقده الوعي على الفور. ولم يكتف المجرم وهو مغني راب معروف ينحدر من أسرة غنية ومعروفة بذلك، بل عمد إلى نزع لوحات الترقيم من سيارته، ثم قام بقيادتها بشكل متهور ودهس الهالك، مما أدى إلى مقتل الشاب بدر على الفور. نقل بعدها الضحية إلى المستشفى ثم إلى مستودع الأموات. وتذكر المصادر أن شابة قد تقدمت لأصدقاء الهالك بمعلومات تفيد أنها سجلت واقعة الدهس بهاتفها وأنها ستقدم الفيديو المصور للشرطة، لكن بعدما اتصل بها أصدقاء بدر لتقديم شهادتها قامت بإغلاق هاتفها في ظروف غامضة، مما يزيد حدة الجدل في هذه القضية. وقد تمكنت السلطات الأمنية من فك خيوط جريمة قتل بشعة راح ضحيتها الشاب بدر في مدينة الدار البيضاء بعد أن تم دهسه عمدا إثر خلاف نشب بين الضحية والمعتدي. وذكر في البلاغ الرسمي للأمن المغربي أن الجاني قد ألقي القبض عليه بمدينة العيون الموجودة في جنوب المغرب بعد هروب المتهم مباشرة بعد قيامه بقتل الشاب بدر. وتم الاحتفاظ بالمشتبه به تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة من أجل تحديد الملابسات المحيطة بهذه القضية وتوقيف باقي المتورطين فيها، وكذا الكشف عن خلفيتها ودوافعها الحقيقية.